اتشرف بيك. انا اسمي ام اسلام والحقيقي اسمي ناديه. كنت حصلت لي مشاكل في حياتي، وبناء عليها طلعت كلمات كده، ويا ريت حد يسمعها ويقول لي ايه رايه فيها. ماشي، سمعيني كده بس علي صوتك شويه. آه حاجه اسمها منكم يا ما تعلمنا. تمام. منكم يا ما تعلمنا الجرح ازاي يكون، ومعاكم ده عشمنا وعرفنا ازاي نخون. مادام ده طبعكو والغدر في دمكو، لا يوم اسأل عليكو ولا ايد لكو الشموع، وهكون في عز فرحي لما اشوف في عينيكو الدموع. رغم اللي شفته منكم عليا صعبانين، وهحاول الم جرحي. خلاص يا ناس القلب داس من غير مشاعر ولا احساس على اللي فاتوه وخانوه الاحباب. منكم يا ما تعلمنا الجرح ازاي يكون، ومعاكم ده عشمنا وعرفنا ازاي نخون. في برضو من ضمن المشاكل لما جينا نتكلم بقى على التصفية، فقلت لهم صفي حسابك يا زبل ولا تبقي حساب. اما الغريب خد التمن وخانونا الاحباب. سافرت انا وسبتهم وباقي على عهدهم، اليوم يمر بسنة ولا دقت طعم الهنا. بعيد عن الاحباب وعامل لقلبي باب. صفي حسابك يا زمن ولا تبقي حساب. اما الغريب خد التمن وخانونا الاحباب. جينا بقى لما فكرنا في الفراق، قلت له اوعى تفكر يوم ما سبتك اني ندمان عليك. انت لو بصيت لنفسك هتلاقيني خسارة فيك. كنت شايفة وبقلبي حاسة انك انت تعرف واحدة تانية، وقلت لنفسي اديله فرصة تانية. اوعى تفكر يوم ما سبتك اني ندمان عليك. انت لو بصيت لنفسك هتلاقيني خسارة فيك. كلموني عن الحب وقالوا لي ايه الحب وازاي. قلت لهم رافضة حبك، رافضة ظلمك، بس قلبي بيعشقك. رغم ان الغدر طبعك بس روحي بتندهك. رافضة اني اكون معاك بس قولي ازاي انساك. عينيا اول ما بتيجي في عينيك قلبي بسرعة بينسى اساك. رافضة حبك، رافضة ظلمك، بس قلبي بيعشقك. رغم ان الغدر طبعك بس روحي بتندهك. جميل 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 والله. انت طلعت في ايه، في مشاهد تمثيل قبل كده ولا شعر بس؟ لا انا طلعت في كليب مع الفنان حسن الخلعي، اغنية الجالي بعد يومين، بس اللي هو شعبيات. تمام. وطلعت في كومبارس في مسلسل عيلة حيحة مع حافظة كلمات بتقوليها ولا ايه؟ لا في المسلسل كنت طالعة كومبارس بس، يعني مشاهد كده. ومسلسل تفاحة آدم مع الأستاذ خالد الصاوي برضو كومبارس. مشاهد ولا صامت؟ لا صامت، بس كان بيطلع المشهد، ببقى موجودة في المشهد بس صامت، يعني من ضمن المجموعة وكده. انت حابة التمثيل ولا عندك مواهب معينة؟ يعني انا بحب التمثيل، دي اول حاجه، ونفسي يبقى عندي فرصه. وفي نفس الوقت المواهب اللي عندي مثلا ايه زي اشعار كده، ممكن اخد دور صغير اقول فيه كوبليه صغير كده على موقف مثلا بيحصل في الاحداث اللي في المسلسل مثلا، او في القصه، ممكن اقول عليها قصيده شعر او حاجه. تمام. ربنا يوفقك يا رب. ربنا يوفقك. ومن خلالنا ومن خلال صفحتنا لو تناسبي في اي شغل يناسب اي حد، او في مخرج عاوزك في اي شغل يكلمني وانا اتوصله بيكي باذن الله. ربنا يوفقك يا رب، وربنا يوفقك. وبنشكر حضرتك وبنقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، وبنقول لكل المشاهدين كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعلى امه سيدنا محمد بخير وسلام يا رب.
عليه الصلاه والسلام. وانا اتشرفت بحضرتك طبعا اتشرفت بيكم يا النهارده. رب ان شاء الله يبقى وش السعد عليك ووش بإذن السعد عليا باذن الله يا رب. ربنا يوفقك يا رب. شكرا لحضرتك.